معقولة ممكن افتح منها مشروع وكمان اكسب كتير؟ هو انا ليه ما كنتش بعملها في البيت من زمان؟ الطحينة الخليط يا جماعة الموفرة، والطحينة الخليط بتكون عبارة عن الفول السوداني مع السمسم. الفول السوداني هنجيبه كده زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي ان احنا نحمره شوية على النار، يعني بنديله تسخينة كده كويسة عشان يطلع ريحته ويكون له مذاق وطعم حلو جدا. كذلك السمسم المحمر بنجيبه برضو بنفس الشكل ده، وبنبتدي برضو ان احنا نسخنه على النار. هنوزع كده السمسم مع الفول في بولتين عشان يبردوا. طبعا في ناس كتير جدا بتضيف عليهم، وكمان الشركات كمان بتضيف عليه الدقيق، ولكن انا ما حبيتهاش ابدا بالدقيق، فانتي جربيها فول مع السمسم فقط لا غير، وهي دي بتتسمى عند السرجة الطحينة الخليط. اول مرحلة معانا ان احنا سخناه، بعد كده بنبتدي ان احنا نطحنه بعد ما يبرد، بنخليه كده باودر زي ما انتوا شايفين بالظبط. نطحن كده كل الكمية بتاعتنا، وبعد كده طبعا هنستعمل الخلاط، شفشق الخلاط نفسه، علشان طبعا نضيف الزيت. تمام معايا كده الخليط بتاعي، كمية الزيت على حسب ما هتشوفي معانا دلوقتي. حطيت كده الزيت وحطيت رشة من الملح وحطيت الخليط البودر، وببتدي ان انا ازود واحدة واحدة طبعا علشان الخلاط معاكي ما يبصش. بتاخد معاكي 10 دقايق في الخلط زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تنعم خالص، لازم تكون ناعمة معاكي جدا. تفصلي الخلاط وتشغليه، تفصلي وتشغليه علشان طبعا ما يبصش معاكي. شايفين قوامها وشكلها وريحتها، مش قادره اقول لكم ولا اوصف لكم، بجد هايله. تمام، نكمل بقى باقي الكميه اللي معانا. دلوقتي كده انا عملت الكميه الاخيره، وهبتدي دلوقتي ان انا اعملها سلطه الطحينه علشان بقى اتاكد ان انا عملت احلى طحينه. حطيت الثوم وشويه شطه وكمون وملح، وحطيت كمان ميه، وهزود اخر حاجه خالص هي الخل علشان تفتح معايا اللون، وفي نفس الوقت هي الماده الرابطه لقوام الطحينه هو الخل. هضرب كده كويس جدا جدا. شايفين لونها؟ اخر حاجه حطيتها اهي هي الخل. الخل يا جماعه هو الماده الرابطه للطحينه، ما تحطوهوش في الاول ابدا، دايما حطيه في الاخر. شايفين جمالها ونعومتها بقى؟ عايزه اقول لكم عملت احلى سلطه طحينه في الدنيا كلها، ومن مكونات بايدي انا اللي عملتها. طبعا حاجه تفرح جدا وحاجه تبسط جدا لما تكوني انتي اللي عامله حاجتك في البيت بنفسك. انتظروا ان شاء الله باذن الله، هنزل لكم وصفه الطحينه الخام بالسمسم. ده طبعا سندوتش كفته كده، كان لازم ان انا اجرب سلطه الطحينه مع سندوتش الكفته، ده الاساس. شيروا الوصفه لو عجبتكم، ما تنسوش.